خليل جبران. من هو هذا الشخص أو الرجل؟ نعم، جبران خليل جبران شاعر وقاص، يعني من القصة، يعني الذي يحكي، يعني هو القاص. وفنان وأديب لبناني، وأحد رواد النهضة في المنطقة العربية، ومن كبار الأدباء الرمزيين. هو جبران بن خليل بن ميخائيل بن سعد، ولد في بلدة بوشري بشمال لبنان عام 1883 لعائلة مارونية فقيرة. سافر منذ صغره مع عائلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1895، وهناك تفشى التأسل في أسرته، فماتوا الواحد تلو الآخر. ولا يترد ذلك، عانى جبران معاناة نفسية ومادية كبيرة، إلى أن تعرف على سيدة إلى أن تعرف على سيدة تدعى ماري هاسكل، حيث أعجبت بفنه فتبنته ومنحته الكثير من مالها وعطفها. درس جبران فن الرسم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمق في دراسته عندما سافر إلى فرنسا فيما بعد. وكان إضافة إلى كونه فنانا بارعا وأديبا وقاصا متميزا، صاحب مدرسة أدبية تحمل لونا خاصا، حيث اتسم جبران بشياع الخيال وعمق التفكير وغزارة الإنتاج، وأسلوب السهل الجامع بين حرارة الوجدان وجمال الصورة والتأثر بالطبيعة والالتزام برسم المعنى مع إحاطته بها من الغموض، حيث حيث تعد سرديته رمزية إلى حد كبير، مما يثير الذهن والفكر لدى المتلقي. هذه فقط نبذة صغيرة قصيرة جميلة ظريفة حول خليل جبران. إذا أردتم نعمل الجزء الثاني وهكذا. شكرا. كان معكم أنا، اسمي سعد أمين يزار، ولقناة هشام بودكاست متنوعة، نتحدث حول الكتب، الفن، الفكر الاجتماعي، من نفس كل شيء، كل مواضيع.